السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والنور عليكم. لو أول مرة تشوفيني معاكي مطبخ رشا غمري، خشي اشتركي في القناة ودوسي لايك وشير عشان إن شاء الله يوصلك كل جديد. هنعمل معانا النهاردة حاجة حلوة قوي، هنعمل معانا القرنبيط وهنعمله بطريقة حلوة وسهلة وخفيفة علشان خاطر لو أولادنا ما بتاكلوش، لا إن شاء الله بالطريقة دي هياكلوه. هنعمل له كفر حلو قوي وإن شاء الله تجربيه ويعجبك ويعجب أولادك. تعالي بينا نشوف المقادير. بصوا معايا القرنبيطه اهي ماشي. هبتدي بقى ان انا اشيل الحاجات دي. بسم الله. بصوا هي متقسمه لوحدها اصلا، اول ما بتعملي بالسكينه كده تتعمل معاكي ماشي. طبعا احنا ان شاء الله هنعمله بطريقه حلوه عشان خاطر لو اولادك ما بتاكلوش، يعني هنعمل له خلطه زي الستريبس كده، هيبقى تحفه ان شاء الله ويعجبك ويعجب اولادك. بس انت بقى جربيه بالطريقه دي وان شاء الله يعجبك ماشي. انا هبتدي ان انا بقى طبعا دي كبيره، انا هبتدي ان انا اخد منها كده اهو ماشي. هشيل بس الحته الناشفه دي علشان خالص ما نضايقكيش في الاكل مثلا او تضايق اولادنا طبعا اهي. بصوا بشيلها كده وهو كده حجمها حلو ماشي. انا طبعا هعمل واحده كمان اهو. بصوا بقسم دي على 2 كده، بحاول اشيل الحته الناشفه دي. طبعا انا حاطه حله ميه على النار تغلي بس الميه ماشي، وبضيف في قلب الميه معلقه ملح ونص معلقه كمون. والكمون ده طبعا حاجه حلوه جدا ان احنا لازم نحطه عشان الغازات والانتفاخات وكده بيبقى حلو قوي ماشي. هعمل بقى كل القرنبيطه كده معايا وارجع لكم. بصوا انا قطعت القرنبيط كله معايا اهو زي ما انتم شايفينه، والميه اهي غليت. حطيت بقى شويه ملح وشويه كمون، هسقطها بقى كده اهو. طبعا انا بقعدها حوالي 10 دقايق وبرجع ابص عليها. لو استوت فطبعا تخلي بالك عشان ما تتهريش منك. لو استوت هطفي عليها على طول بقى وتحطيها في ميه من الحنفيه. عايزه تحطيها في ميه ساقعه عشان بس توقف التسويه بتاعتها، لان بسيبها فيها سنه نيه سنه صغننه عشان بقيه السوا بتاعها بيكمل طبعا في الزيت. ما تبقاش استوت كلها، هتيجي تقليها تلاقيها مهريه منك ماشي. انا بقى بسيبها كده و10 دقايق كده وهبص عليها لحد بقى ما تستوي. تعالوا بقى نحضر مع بعض الخليط بتاعها والكفر اللي هنعمله ماشي. بصوا بقى انا معايا هنا الخليط بتاع القرنبيط ماشي. معايا هنا كوبايتين دقيق، ومعايا نص كوبايه نشا، ومعايا بيضتين، ومعايا هنا في الطبق الصغنن ده ملح وكمون وبابريكا وفلفل اسود ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. الكمون والبابريكا والفلفل الاسود برضو معالق صغيره. انا بقى هضيفهم هنا اهو كلهم ماشي، وهقول لكم ليه طبعا. ومعايا هنا شويه صغننه من البقدونس من الكزبره ومن الشبت، واي بقى خضره انت بتحبيها، حابه بقدونس كزبره اي حاجه حطيها ماشي. انا هقلب دول كده مع بعض وهحط كمان النشا معاهم. الخليط ده انا هاخد نصه اللي انا هحط عليه البيض والميه، ونصه هسيبه اللي هو الكفر الخارجي بتاع القرنبيط ماشي. هقلبهم بقى مع بعض كده حلو ماشي. هاخد بقى نصه هنا ماشي. النص ده بقى انا معايا هنا، معاكي بقى اختيارين، لا اما ميه لا اما لبن. لو انت حابه تحطي مكان الميه دي لبن حطي براحتك، مش حابه خلاص ماشي. هضيف بقى البيضتين وهضيف الميه. طبعا الميه انا هضيفها بالتدريج لحد لما اشوف قوام العجينه بتاعها عامل ايه. يعني احنا عايزين عجينه شبه عجينه البونكيك كده، ولا تبقى تقيله قوي ولا تبقى خفيفه قوي.
ماشي بصوا بقى قوام العجينه معايا حلو قوي. هنزل بقى بالخضره. ماشي هي كده نفس عجينه البانكيك بالظبط، ولا تقيله ولا خفيفه، علشان بس تمسك على القرنبيط. ماشي بصوا خلص بقى معايا اهو القرنبيط. ماشي انا سبته يعني ربع ساعه، بس تخلي بالكم برضك علشان ما ينهريش منكم. ماشي بطلعه بقى كده بالراحه، وبعد ما اطلعه طبعا هدلق عليه ميه من الحنفيه او ميه ساقعه عشان بس اوقف ايه السوا بتاعه. ماشي هطلعه كله كده زي ما انتم شايفين. ماشي هطلعه بقى كله وايه وارجع لكم. ماشي بصوا القرنبيط اهو طلعته معايا، خليته طبعا بارد تماما علشان ودلقت عليه ميه زي ما قلت لكم عشان بس اوقف السوا بتاعه. وادي الخلطه اللي احنا عملناها اهي، وادي نص الدقيق، ادي نص الدقيق اللي هعمل بيه الكفر اهو. ماشي انا هاخد بقى كده بالراحه. ماشي بصوا بقى هاخد بالقرنبيط كده بالراحه، وهنزله طبعا في الخليط بتاعي كده. ماشي بعد كده بالراحه خالص وهحطه في الكفر اللي انا بقول لكم عليه. طبعا انا هستخدم ايدي بالراحه بقى خالص كده. بصوا لو كده واضح اكتر اهو. ماشي هنفضها كده وهنزل بيها في قلب الزيت. ماشي هعيد بقى الحكايه تاني اهو. بصوا اهم شيء بس تصفيها حلو كده واحطها في الخليط. من الخليط للدقيق تعملي الكفر بتاعك اه بالراحه. بصوا بنفضها كده بالراحه خالص وانزل بيها في الدقيق. هعمل معاكم واحده كمان اهي، جربوه بقى بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم ويعجب اولادكم. ماشي بصوا كده اهو. حاضر يا لودي ثواني. ماشي انفضه كده بالراحه وانزل برده بيه في الزيت. ماشي هخلص بقى بقيه اللي معايا دولت وهرجع لكم. القرنبيط وصل معايا للمرحله شكله تحفه وريحته جميله. المهم بقى اهم شيء لما تيجي تطلعيه يعني طلعيه على مصفى، يعني على حاجه بلاش مناديل عشان بس ما يطرش منك. يعني بصوا انا مطلعاه على مصفى كده هوريه لكم دلوقتي. ماشي بصوا بقى انا طلعته شكله ما شاء الله عامل ازاي، ولا اكنك عامله فراخ كنتاكي بالظبط. ريحه وقرمشه بصوا ريحته تحفه. هكمل بقى بقيه الكميه وهوريها لكم في الاخر.